بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد محاولات وبعد حملات فشلت من الإعلاميين لهبوط أسعار الدواجن في الوقت الحالي، الأبيض التسمين ماسك سعر برضه كمان ومش هينزل، لأنه معروض ومطلوب، ولأنه بطل أبطال مش هياكل معاه لا إعلاميين ولا غيره، لأن العرض بطل والطلب للأسف الشديد هادي شويتين. ولو الطلب شديد كمان كان زمان السوق رفع غصب عن الإعلاميين، لأن قلنا كتير وباستمرار إن الأزمات هي أزمة أعلاف مش أزمة فراخ وارتفاع أسعار الفراخ. عايزين ينزلوا سعر الفراخ ينزلوا سعر الأعلاف، سعر الفراخ ينزل على طول، طلب ومطلوب وتكلفة بتقول غصب عن الجميع. فالأبيض التسمين اشتغل زي ما هو 54 في الوقت الحالي وهبوط طفيف وهيرد تاني كمان. أما عن الساسو التسمين فشغال 61، البلد الحر اللي قدامنا اللي شكله يسر شغال 71 جنيه تنفيذات، والرزي 65. أما عندنا كمان ارتفاع في أسعار الكتاكيت اللي كانوا بيقولوا هتهبط وهتنزل كمان، فارتفاع في أسعار الكتاكيت ووصل سعر الكتكوت في الوقت الحالي إلى 14 و15 جنيه، والشركات كمان 16 و17 جنيه، ومفيش نزول لا في معروض كتكوت ولا في معروض أبيض تسمين. الاتنين قليلين في الوقت الحالي، وكل المنتجات قليلة بسبب خروج معظم المنتجين والمربيين من السوق بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف. فالحل يا ناس في هبوط أسعار الأعلاف، هنا تلاقي الحلول. أما عن ملوك البروتين وأمهات الأبيض التسمين اللي مش موجودة في الوقت الحالي في السوق ف50 جنيه تنفيذات، للأسف الشديد الفرخة تقف ب250 و300 جنيه كمان. أما عن البيض فالبيض الأحمر وصل ل82 والبلدي وصل ل90، يعني يوصل المستهلكين إلى 100 جنيه تنفيذات. وكمان البيض الأبيض وصل إلى 78، يوصل للمستهلكين 85. بنحبكم في الله، وما ننساش نفعل زر التنبيهات ونضغط اللايك الجميل. وأي حد عايز يعرف مؤشر السوق، عايز يعرف السوق رايح فين وجاي منين، يتابعنا على صفحة بورصة المنصورة للدواجن إدارة الحاج عبد المغيث. الناس اللي بتربي تربية منزلية عندنا قناة اسمها رئيس جمهورية الفراخ على اليوتيوب، بنعمل فيها بثات وفيديوهات تخص الناس الغلابة المساكين. نشوفكم من خير لخير، وما ننساش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله.